سيد حمدي نجم طنطا، نجم بتروجيت ونجم طنطا السابق، مبروك يا سيد على الاداء وعلى الفوز. الله يبارك فيك، الله يخليك. السيد شاف المباراه ازاي؟ جاي النهارده تلعب على يعتبر ملعبك ووسط جماهيرك اللي كانت بتدعم السيد، اللي استقبلتك النهارده باحتفال كبير جدا ليك يا سيد. شاف المباراه ازاي؟ شاف فريق طنطا كمان ازاي في الاداء فين؟ بشكرهم طبعا. انا حاسس ان انا كنت وسط بلدي طبعا، بلد مغربه عليا، قضيت فيها موسمين، لكن عالم الاحتراف كان مضطر ان انا العب في فرقتي بكل قوه وكل احترام. النهارده طنطا عمل مباراه جامده جدا بمستوى رائع، لكن الحمد لله نحن احرزت الثلاث اهداف اللي قلنا، فالحمد لله المباراه كانت سهلت علينا شويه، والحمد لله على كل شيء. بس كنت متوقع الاستقبال الكبير النهارده من كل الطنطاويه النهارده؟ كنت متوقع الناس محترمه، المسلمين ما كانش في اي مشاكل خالص، جمهور كبير وما كانش في بينه وبين مشاكل، فكنت متوقع الاحتفال وبشكرهم طبعا على الاحتفال. السيد استغلتوا النهارده الاخطاء الدفاعيه من فريق طنطا وانهيتوا اللقاء سريعا كده، شايف استمرارنا للفوز حتى مباراه الحرس، الفوز على الحرس بثلاث اهداف، شايف مسيره بتروجيت ازاي في الدوري وفي كاس مصر؟ اكيد مكسب بيجيب مكسب، لكن الكاس له مقاييس ثانيه، بتبقى مباراه صعبه لما تلعب فرقه برضه بره ارضها في وسط جمهورها، بتبقى مباراه صعبه. اللي جوه ما بتجيش الا من نتيجه الاخطاء، لكن انا شايف ان طنطا النهارده عمل ماتش جامد جدا بصراحه، بدون مبالغه، يعني مباراه جامده جدا، بس احنا الحمد لله الفرص اللي جت لنا 90% جبنا. في النهايه عايز اقول لك ان انت شرفت كل طنطاويه من خلال تواجدك ربنا يخليك، شرفت نادي طنطا سعداء بوجودك النهارده، وشايف ان انت من البلد ديت وانت من البلد بقى وعن ربنا يخليك، انا سعيد ومشرف.